إن شاء الله النهاردة هنعمل معمول التمر بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بدون بيض، بدون سميد، بدون أي أدوات كهربائية. بكفوف إيديكي هتعمليه. معمول هش ناعم جدا وبيدوب في البق. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. عندي كيلو من الدقيق، حوالي 8 كوبايات، بنخلهم كويس جدا. بضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من المحلب. ممكن تضيفي ريحة الكحك أو بهارات المعمول اللي بتحبيه استخدميه. هضيف عليهم نص معلقة من البيكنج باودر، وما تزوديش في البيكنج باودر علشان المعمول ما يفرش منك في الفرن، وفي نفس الوقت الرسمة اللي فوق ما تروحش. كيلو دقيق بياخد نص كيلو من السمنة أو الزبدة. أنا عملت خليط بين السمنة والزبدة ما يعادل كوبايتين ونص، وزودت عليهم معلقتين كبار هرميين، وهقول لكم أنا ضفتهم إمتى. بنزل بالسمنة والزبدة بالشكل دوت، وهبس السمنة بالزبدة. أنا عايزة كل دقيق يختلط بالسمنة، وتعجني فيه من 5 ل10 دقايق. وما تخافيش، مادة الجلوتين مش بتتفاعل مع الدهون، بتتفاعل بس مع السوائل. يعني لو ضفت لبن أو مية، مادة الجلوتين بتبدأ تظهر، وفي الحالة ديت ما بنعجنش، احنا بس بنقلب. خلي بالنا كويس جدا. ببس كده السمنة مع الدقيق، واتأكد ان كل حبيبات الدقيق كلها اتغلفت بالسمنة بالشكل دوت، لغاية لما تتكون معايا عجينة لونها فاتح وناعمة جدا. هاخد قطعة كده وهنختبرها. هبدأ ان انا افردها. لو شققت معاكي يبقى لسه عايزة تتعجن تاني. هي كده حلوة قوي. ببدأ ان انا اغطيها كده بكيس بلاستيك، وهدخلها التلاجة من ساعة لساعتين تتماسك. هنحضر الحشوة. عبارة عن كيلو من العجوة، عليها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، معلقة كبيرة من السمسم المحمص، نص معلقة من القرفة. لو عايزة تضيفي حبهان ممكن أو هيل استخدميه. بعجنهم كويس جدا، وهبدأ إن أنا أشكلهم على هيئة كور كده صغيرة. وآدي كل الكمية معايا. هبدأ أجهز التشريبة اللي أنا هسقي بيها العجينة. عندي كوباية من المية حوالي 200 ملي. هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر، وهضيف عليهم 3 معالق كبار من الشربات أو الشيرة. ده بيدي لون حلو جدا للعجين، بيخليه لونه ذهبي. وهضيف عليهم 3 معالق كبار من اللبن البودرة، برضو بيدي طعم حلو قوي للمعمول. هقلبهم كويس واتأكد ان السكر معايا داب. هبدأ اطلع العجينة كده، شايفينها نشفت جدا وحجرت. احنا عايزين الخطوة دي. انا في الخطوة دي ضفت المعلقتين الكبار الهرميين اللي انا قلت لكم عليهم في الخطوة دي، وهبدأ ان انا اعجنها لغاية ما اوصلها بالشكل الناعم الكريمي ده. هبدأ اعمل ثقوب، وهنزل بالتشريبة كده بالشكل دوت. وزي ما انا قلت لك، مادة الجلوتين هنا هتبدأ تظهر، فمش هنعجن، احنا بنقلب كده. شايفين بقلب داير ما يدور. وطبعا ما تنزليش بكل السوائل علشان في تختلف من دقيق لدقيق. بقلبها كده واتأكد ان هي بتشرب معايا السوائل كده، ومن تحت لفوق. لقيتها فعلا محتاجة كل الكمية، وكانت مظبوطة قوي. كوباية اللبن، كوباية المية مع الخليط اللي احنا عملناه، اخدت فعلا الكمية بالظبط. هبدأ ان انا اختبرها برضو. هشوفها كده، شايفينها ناعمة جدا، ما شقتش معايا ولا حاجة. هسيبها بقى ترتاح من 10 لنص ساعة. وبعد ما ارتاحت هاخد قطعة قطعة، شايفينها بقى ناعمة جدا. ولازم العجين معانا يرتاح عشان تعرفي تشكليها. هاخد قطعة وهبدأ ان انا اشكلها بالشكل ده. وحاولي ان انت ما تخنيش العجينة قوي علشان ما تبقاش نية معاكي. واي بقى تشكيل عندك يناسبك. انا عندي المكابس ديت، هديها رشة بسيطة كده من الدقيق، وهبدأ ان انا اشكلها. شايفين بقى الاشكال بتاعته حلوة جدا. او استخدمي اللي هي بتاعت المعمول العادية. عملنا كده اول شكل، وتاني شكل معايا،
وادي اللي احنا عملناه طبعا ده بالشبك السلك اللي هو العادي دوت، شكلي برضو بيها. طبعا اكون مجهزه الفرن على درجه حراره 200. عندي خطوه ان انا ممكن اولع الشوايه الاول حوالي دقيقتين ياخد اللون الحلو دوت، علشان كمان الرسمه ما تروحش مني، واطفي الشوايه وهولع الفرن تحت على درجه حراره 200، بتاخد حوالي 15 دقيقه يطلع معايا باللون الذهبي الحلو دوت. شايفين بقى دي الأشكال معايا ما شاء الله بتسوية حلوة جدًا، ما شققتش معايا العجينة، وفي نفس الوقت ناعمة أوي، وتسويتها من فوق ومن تحت اللون حلو أوي. شايفين حتى السكينة ناعمة جدًا، بُصّوا وهي بتقطع، ما فيش أسهل ولا أحسن من كده، بدون بيض، بدون سميد، ما استخدمنا إيدينا بس. لو استمريتوا على المقادير والطريقة دي هتطلع معاكم حلوة جدًا وناعمة أوي زي ما أنتم شايفين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. سهل وبسيط، ما خدش مننا وقت خالص. وكل سنة وحضراتكم بخير وبالهنا والشفا.